يخلي بلد في العالم تتوصف إنها أرض مختارة. ليه بلد زي مصر من وسط بلاد الدنيا كلها التاريخ يقف عندها والأنبياء يمروا من عليها وناس كتيرة يلجأوا لها عشان يدوروا على الأمان وعلى السلام، والمعجزات حصلت على أرضها؟ ده مش صدفة ولا حظ، ده اختيار، والاختيار من فوق من رب العالمين. كل حجر في مصر شايل حكاية، وكل جبل ليه سر. وفي جنوب سيناء حصلت لحظة لو وقفت وفكرت فيها شوية هتعرف إن الأرض دي مش أرض عادية. في حتة في مصر ربنا هو اللي اختارها عشان تحصل فيها لحظة مش موجودة في أي حتة تانية، واللحظة دي هي التجلي أو لحظة ظهوره، أو بمعنى أصح تجلي نور الله. وده حصل على جبل التوراة في سيناء لما كلم ربنا سيدنا موسى عليه السلام. وده مش حدث ديني، ده حدث كوني اتسجل في التوراة والإنجيل والقرآن. المكان ده في جنوب سيناء وبيتقال عليه دلوقتي جبل موسى. المنطقة هناك بيسموها وادي الراحة، وبتضم دير سانت كاترين اللي يعتبر أقدم دير في العالم، ومكان أثري وتاريخي وديني موجود من أكتر من 14 قرن. سيناء مش بس أرض كلم ربنا عليها نبيه، دي الأرض الوحيدة اللي ربنا أقسم بيها في القرآن، وقال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. طور سينين هو جبل موسى، تخيلوا أقسم بيه. طب ليه الموضوع ده مهم دلوقتي؟ لأن مصر بتحضر لمشروع كبير جدا اللي هو التجلي الأعظم في سانت كاترين، مشروع بيتضمن تطوير المنطقة بالكامل بشكل يحترم روحانياتها وطابعها الديني والتاريخي. يعني الدولة مش بتحافظ بس على المكان، لأ دي كمان عايزة توصله للعالم كله. لما يجي حد يسألك يقولك يعني إيه مصر كبيرة؟ قول له إحنا عندنا جبل اتجلى عليه رب الكون.